الله يرحمك يا صاحبي. ألف رحمة ونور عليك. اطلع معايا. طب بالراحة طيب جاي. قوم البيت ظابط عاوزك. يا عم ما تشدش كده وأنا جاي معاك، أنت كنت عامل لك كده ليه؟ بتعملي إيه هنا؟ يا ابني هو انت في بيتكم؟ المدام عاوزه تتكلم معاك كلمتين. هو اتكلمها بداوي. تعال. نعم. أنا جاية أحل اللي بينا ودي آخر مرة هتكلم معاك في الموضوع ده. لا خلي القانون ياخد مجراه، اللي بيني وبينك يفصل فيه القانون. القانون اللي أنت بتتكلم عنه ده بيعملوه الناس اللي زيي عشان يحجموا الناس اللي زيك. لو أنت الصادق القانون ده بقى عشان الناس اللي زيي يربوا الناس اللي زيك. والله؟ آه. طب خلي بقى القانون ينفعك، وإن ما لفتش حوالين رقبتك حبل المشنقة ما بقاش أنا فريدة. المهم بس ما تقعديش تدوري عليا عشان تساوميني، لأن أنا آخر واحد في الدنيا ممكن تشتريه. الزيارة انتهت يا باشا. المدام عايزاك. ايه حكايه الشركه الجديده اللي عملتوها دي من غير ما اعرف؟ مش مفروض يبقى في ورق؟ الحقيقه يا فندم الموضوع كله والورق في ايد مدام فريده. يعني ايه في ايد مدام فريده؟ عايز افهم. مش دي الشركه برضو مفروض يبقى في ورق؟ حضرتك الموضوع ده تحديدا هي مأكده ان هي الوحيده المسؤوله عن الكلام فيه. اتغيرت يا اكرم، اتغيرت قوي. فاكر لما انا جبتك هنا كنت عامل ازاي؟ يا فندم انا تحت امرك وعمري ما هنسى جمايلك عليا، لكن صدقني انا فعلا ما عنديش معلومات عن الموضوع ده. واضح ان انا كان لازم انزل الشركه هنا من زمان عشان اعرف كل حاجه بتحصل هنا. استاذن انا بعد اذنك. صباح الخير يعني. صباح النور. مش عايزاك تفكر كتير، ريح دماغك. الوقت اللي انت بعدت فيه عن الشركة حاجات كتيرة قوي اتغيرت، مش في الشركة بس، لأ في البلد كلها. وبعدين أنا عايزاك تصدقني، اللي أنا بعمله ده صح، وصح جدا كمان. ادخل. في أنسة بره اسمها مها بتقول إن في ميعاد مع حضرتك. دخليه على مكتب أكرم، هو عارف هيعمل إيه. أوكي. ازيك يا مها؟ الحمد لله. اقعدي واقفه ليه؟ مالك في حاجه؟ انا اتبهدلت قوي اكرم بيه بصراحه، ومش هينفع ارجع الحاره دي ولا اقعد فيها تاني. انا عملت اللي عملته ده عشان حسيت ان مدام فريده مظلومه فعلا، وانا ما يرضينيش الظلم. والله ما عشان خاطر فلوس ابدا، انا مش ماديه ولا بتاعت الكلام ده. مصدقك. طب وماهر؟ ماهر انا ما ينفعش افضل على ذمته، مش هعرف اتحرك ولا اروح يمين ولا شمال. دي امه مبهدلاني في الطلعه والنازله. تخيل ضربتني النهارده انا وامي. لا موضوع ماهر ده موضوع بسيط، واذا كان يا ستي على الحاره ما تروحيش. من النهارده يبقى عندك بيت جديد تعيشي فيه. والنبي صحيح فين؟ هقول لك، روحي انت بس استلمي شغلك وبعدين نتكلم. طب اروح على البيت احضر شنطه هدومي عشان اكون جاهزه على الشغل على طول؟ ولا شنطه هدوم ولا حاجه، احنا هناخدك بهدومك اللي عليكي، وانا هديكي فلوس تجيبي لبس وتروقي نفسك. اهم حاجه تبقي مبسوطه. ربنا يكرمك ويبارك لك يا رب ويعلي مراتبك. والله انت راجل جدع، اول يوم شفتك فيه قلت راجل جدع والله. ميرسي. ابني حبيبي والنبي مظلوم بريء. ادعي لي يا ام ربنا يهونها عليا. جبت لك لحمه وفراخ تلاقيك هفتان. يبقى صوريهم يا ام وابعتهم لي على الفيسبوك وانا رايح رحله. ايه يا عم انت ده هتودينا في داهيه. خدها تنفعك جوه، هتحوش عنك شر اللبش. يا عم هي دي اللبش كله، انا كده كده رايح في داهيه، هتزودها دهيتين. ربنا يقصر ليلتك يا ابني. اللحمه، الفراخ، اللحمه يا ابني، يا ابني، يا ابني. ولا انا مش قلت ما تجيش هنا تاني؟ لو جيت هنا تاني هلعب لك في وشك البخت. امشي. يا عم في ايه؟
السلام عليكم يا رجاله. ايه بس ايه يلا ارجع 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 منك ليه؟ ارجع 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 يلا ارجع 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 يا ولاد حبيبي زواق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك هنا يا كبير؟ لا مكانك ولا مقامك. الحمد لله ان انت هنا. ابو الرجوله والجدعنه مش ممكن. اقسم بالله لو اعرف ان انا هقابلك هنا تاني انا كنت شرفت هنا من زمان. الله يكرمك. مين الاخ؟ لا ما يشغلكش، ده الحارس الخاص بتاع الباشا، البودي جارد يعني. الباشا مين؟ الباشا الكبير صاحب السجن. صاحب السجن؟ هو مش السجن برضه بتاع الحكومه ولا ايه؟ لا انت فاهم غلط. انا فاهمك يا عم ماهر. الحكومه تبني السجن، تبني العنابر دي، لكن صاحب السجن الحقيقي هو اللي مسيطر. اللي مسيطر عليه. اه طب انت اتسجنت هنا ليه؟ اتقفشت كالعاده يا عم ماهر. رحت رايح قدام وكيل النيابه وقعدت بقى اجمع في الكلام اللي انت قلته لي، اجمع في الكلام اللي انت قلته لي، ما افتكرتش منه اي حاجه غير منصه التفتيش. قعدت اقول له يا باشا منصه التفتيش منصه التفتيش، يقول لي يا ابني غير. اقول له منصه التفتيش، حبسني. انت بتضحك وانت برضه بتقول منصه التفتيش ولا اتحبست ليه؟ لا انا ما قلتش منصه التفتيش، بصراحه ربنا الكلمتين اللي انت قلتهم لي كان فيهم البركه، هم اللي انا قلتهم. الوليه بنت الحرام بقى حست ان الموضوع خلص وان انا طلعت منها خلاص، راحت راميه بلاها عليا، عملت لي قضيه سرقه وتعدي وعملت لي تقرير طبي، واديك اهو زي ما انت شايف شرفت هنا. انما انت ايه اللي جابك هنا؟ باشا باشا دل على السلامه يا باشا، حمام العافيه. بدوم يا سيدي. ده اهل الوارد الجديد ده. خد يا ابني انت. تعال هنا كلم الباشا. تعال. يا ابني. تعال. يا باشا. انت اسمك ايه؟ ماهر يا باشا. ماهر. انت اول مره تخش السجن؟ ايوه يا باشا. واضح انك صاحبت على العالم اللي في العنبر دول كلهم. دليل ان وشك يعني لا فيه اثر ضرب ولا خناق. مؤاخذه يا باشا، عم ماهر ده ابو الرجوله كلها وصاحبي وحبيبي وعمره ما دخل اسم، لا وايه موسوعه في القانون وجاهبس في المحاكم. لا انت محامي؟ لا يا باشا. امال ايه حجه في القانون؟ حجه في المحاكم؟ ما تفهمني. انا عندي مكتبه لكتابه الرسائل العلميه. مثقف بالمهنه يعني. مثقف بالمهنه. وانت قضيتك ايه بقى ان شاء الله؟ لا ده مشوار طويل قوي بقى طول شرحه. يا عم اختصر. وقعت في واحده من اللي بيسموه سيدات الاعمال الكبار. زي مين يعني؟ اسمها فريده عبد السلام. فريده عبد السلام؟ دي من اشهر اعضاء النادي بتاعي. ايه ده، هو حضرتك تعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ ده احنا ياما لعبنا مع بعض كروكيه وكنت بنافسها في بطوله النادي. كروكيه ده بيتلعب ازاي يا باشا؟ بالراس ولا بالرجل ولا بالايد ولا ايه؟ لا تلعب بهدوء يا خفيف. بهدوء؟ يعني لو الواحد قال على هدوء ما يلعبش؟ لا العب براحتك يا حبيبي.